بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المتبعين، أخواتي المتبعات، قناة مقدم في الغربة تقدم لكم فيديو جديد ضمن سلسلة حديثها عن سلالات الماعز بالمغرب. موضوع حلقة هذا الفيديو هو عن السلالات المستوردة بالمغرب، وأخص بالذكر هنا سلالات الماعز الإسباني. في هذا الفيديو نتحدث عن نوعين من سلالات الماعز الإسباني: سلالة ماعز الموريسيانو وسلالة ماعز المالغي. بالنسبة لسلالة ماعز موريسيانو، هو أصله من مناطق جنوب غرب إسبانيا، وتحديدا منطقة غرناطة ومورسيا وأليكانتي وألميريا. هذه السلالة منتجة للحليب، وتعتبر أحسن أنواع سلالات ماعز الحليب، مقاومة للظروف المناخية. ينصح به في المنطقة العربية أفضل من الصنين والألبين الغنيين عن التعريف، واللذان يصلحان في المناطق الباردة. انتشر هذا النوع من سلالات الماعز في باقي ربوع العالم، فقد صدر انطلاقا من إسبانيا إلى دول أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا وأستراليا. ماعز الموريسيانو سلالة لونها غامق، فهي إما سوداء أو بني غامق أو أحمر، ذات جسم متوسط وأملس. وهو نوعين من الموريسيانو: هناك الموريسيانو مونتانا الجبلي، وهناك موريسيانو نوفافي فيسي من الأراضي المنخفضة، وهو أكثر حليب وجسمه أضخم من الجبلي، والألوان متشابهة. يتراوح وزن الموريسيانو ما بين 50 و 60 كيلوغرام عند الذكور، وما بين 30 و 50 كيلوغرام عند الإناث. هي سلالة حليب بامتياز، تحلب ما بين 900 حتى 1000 لتر في الموسم الجيد، ويستمر حليبها إلى 210 يوم. هي أفضل سلالات الحليب وحليب وأفضل أنواع الحليب، كما صنف خبراء المواشي، وذلك نظرا لجودة وقوة إنتاجه للحليب. وينصح الخبراء بشراء ماعز موريسيانو مونتانا الجبلي، حيث يتراوح وزنها بين 60 كيلو و 70 كيلو. السر الذي يجب على مربي سلالة ماعز موريسيانو معرفته تجاه تربية هذه السلالة فقط هو العلف الجيد، وكذلك العناية بصغارها. هذا النوع من سلالة الموريسيانو منتشر في باقي ربوع المملكة المغربية، ولكنه بشكل ضعيف. فنجد بعض الكسابة عندهم قطيع ضئيل جدا من هذا النوع، ومنتشر في منطقة قلعة السراغنة، في تادلة، في شمال المغرب، في مناطق مختلفة من المغرب. السلالة الثانية هي سلالة ماعز مالغي. تعتبر إسبانيا أصل هذه السلالة نسبة إلى منطقة مالاغا بإسبانيا، وهي من السلالات الصاعدة في مجال تربية الماعز الحلوب. تتميز بتكيفها الجيد مع الظروف المناخية القاسية. يمكن أن تنتج هذه السلالة إلى أزيد من 500 لتر من الحليب سنويا، مع وجود مع جودة عالية، الشيء الذي يجعل هذا الحليب مناسب جدا لصناعة الأجبان. ماعز المالاغينا غير موسمي في التوالد، فمعدل المواليد عند هذه السلالة مرتفع مقارنة مع الأنواع الأخرى من سلالة الماعز، إذ يصل هذا المعدل من 1.9% إلى 2%. ويصل وزن الذكور البالغ من 60 حتى 70 كيلو، والإناث من 45 إلى 55 كيلو. هذا باختصار إخواني أخواتي المتابعين. أرجو أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة إليكم، وشكرا على وفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.